السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خايف أخسر شغلي، أو أسقط في الامتحان، أو أعيا، أو حد غالي يبعد عني، أو حتى حياتي كلها تتلخبط. كل يوم بصحى وأنا بفكر، طب لو حصل اللي أنا خايف منه هعمل إيه؟ والخوف مسيطر عليا تماما. الخوف ده مش مجرد شعور، ده فكرة بتجري في دماغك من غير فرامل. الدماغ تقعد تعمل سيناريوهات، طب لو سقطت، لو اترفدت، لو عييت، لو خسرت، وكل سيناريو أسود من اللي قبله. بس لحظة كده، تعالى نهدى ونسأل نفسنا السؤال الصح. يعني فعلا، وحتى لو حصل اللي أنا خايف منه هينتهي العالم ولا هقدر أتعامل؟ تعال نشوف. سقطت، طب ما كلنا عدينا بالحتة دي مرة واتنين واسبوع ونجوم ونكمل. اترفدت، يمكن كانت فرصة علشان تطور من نفسك وتشتغل شغل أحسن أو تبدأ مشروعك. عييت، الوجع صعب، بس ربنا بيختبرك بيه وبيخليك كمان تعرف قيمة الصحة. خسرت حد غالي عليك، القلب بيتوجع أيوة، وذكراه تفضل جواك، بس بتديك قوة تكمل. الخوف بيخدعك، بيقولك لو ده حصل خلاص انت انتهيت، بس الحقيقة الحياة عمرها ما بتقف ولا بتخلص على لحظة. انت أقوى مما تتخيل، وأي حاجة هتحصل هتتعامل معاها وهتتعلم منها وهتخرج أقوى. كل لحظة صعبة بتسيب لك في شنطتك شوية قوة وتجربة وخبرة وإيمان. وحتى لو حصل اللي أنا خايف منه، أنا مش لوحدي، ربنا معايا، عارف قلبي وبيكتب لي الخير حتى في وجعي. ربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللي كنت خايف منه ممكن يحصل وممكن لأ، بس اللي أكيد ربنا مش هيسيبك. ما تخافش من اللي جاي، وحتى لو حصل ربنا معاك.